بالهدى خذيني غير بالحيلة بالهدى وريم الله طويلة بالهدى. حبك وحده في الدنيا يواسيني، بحال مغطي روحي مدفيني، قولي منين غنبدا. غادي في صحرا وجسمي هزيل فاني، هب الريح جاب عطرك داواني، ملكني وغيب نبدا. ويلا ربيع المحبة مش شاف حالو، ويلا رعد الفرقة ضحى بدالو، خديني بالهدى. ويلا صبري تصدى وبيبانو، ويلا الحب في قلبي ضعف شانو، راه ملكتي الكبدة. بالهدى خديني. اهلا وسهلا بكم احبائي الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت معكم بواحد الخريجه، واحد الفلوق ان شاء الله. غادي نخرجوا الوليدات يلعبوا في واحد الجريده، وهنا بديت معكم من المطبخ. شنو وجدت باش خديت معايا باش تغدينا بها لبرا هنايا. صراحه هاد الخرجه جاتني غير هكذاك، يعني باغازار، ما كنتش عواله عليها. كنت كنوجد الغدا في داري، وصافي جاتنا الفكره اننا نهزو هادشي اللي وجدت ونمشيو ناكلوه على برا. فهنايا راني صوبت ليهم واحد البيتزا، راه ديجا يعني دايره معكم الوصفه. درتها بالفلافل بالالوان، صراحه جات ما نقولكمش، جات رائعه ولذيذه صراحه. وكي كتعرفوا فاش كنوجدوا الحاجه وناكلوها نخرجوها ناكلوها على برا، كتجي زعما في لذيذه. هنايا كذلك درت هنا ستيك ديال لاداند، غادي نشرملو بواحد الشرموله اللي كتجي صراحه بحال شاورما. درت هنا صوص صوجا، درت واحد شويه ديال الخل هي باش كيفتيه، وهنا غادي ندير واحد شويه ديال لا موطارد، وغادي ندير المليحه والابزار وشويه ديال الثومه، لان الثومه كتعطي هذيك النكهه ديال الشاورما. صافي، وغادي واحد شويه د الهريسه، هانتوما كيف ما كتشوفوا، معلقه د الهريسه، معلقه صغيره د الهريسه. غادي نخلط هذا الشيء كامل، وغادي نخليه يرقد في واحد في ديك الاناء، وعلى ما ندير حاجه اخرى ومن بعد نرجع له باش غادي نشويه على الشوايه. صافي، وان شاء الله غادي نجمعوا داك المسائل ديالنا وداكشي اللي وجدنا، وغادي نخرجوا نشدوا الطريق باذن الله. غنمشيو لواحد القهوه كتجي بالنسبه للناس اللي ساكنين في الطريق، عفوا اللي ساكنين في مدينه فاس، كتجي في طريق موزار، معروفه بالناقه. صراحه زوينه هي ديك القهوه، صراحه زوينه. انتم دابا بعد ما خدا الوقت ديالو في التشرميله، غادي نبدا نشويه على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. ان شاء الله كيف قلت لكم غادي نمشي غنديو الوليدات لتما يلعبوا. هي زوينه صراحه، انا عجبتني. كاين بزاف ديال البلايص ديال القهاوي في مدينه فاس، وانما هذيك حتى هي زوينه. الاسبوع اللي قبل من هذا كنت شاركت معكم ديال فريطو اللي مشينا لها في طريق مكناس. هذه باش عجبتني انها اسباس ديالها واسعه، وفيها لا بيسين، وتقدروا تجلسوا في ديك لا تيراس فيها الغازون، وعندهم فين يلعبوا الوليدات، يعني كاين فين يتحركوا الوليدات، وفيها الالعاب، فيها كذلك يكتشفوا دوك الجمال بالنسبه للوليدات، كيعجبهم يشوفوا الحيوانات. فدابا ان شاء الله غادي نشدوا الطريق، غادي نحاول نوريكم الطريق بالنسبه للناس اللي باغات تمشي لها. غادي نوريكم ان شاء الله. هنايا راه في طريق موزار، بالنسبه رحنا حدا مرجان طريق موزار، وان شاء الله غادي نوريكم، يعني راه مسافه بحال غادي يعني حتى كتقربوا الموزار، يعني كتفوتوا دوك لي كافي الاولين ديال الزرافه ديال الكافي اللي حداها، يعني كتزيدوا لقدام شي شويه. انا غادي نحاول نقرب لكم خصوصا الناس ديال مدينه فاس راهم عارفينها، يعني معروفه كيسبق قلت لكم بالناقه. ايوا غادي ما نحرقش معكم المراحل، غادي ان شاء الله غادي تشوفوا كل شيء معنا. احنا قربنا لها، انا غادي المهم غادي تشوفوا الطريق ديالها. كنحاول ما نقطع لكمش
ما نقطع لكمش الطريق باش تعرفوا الطريق ديالها فين جات بالنسبه للناس اللي مهتمين وباغيين يمشيو لها. وفيها شويه فيها كلشي، ولكن حنا ما كناش عوالين كيسبق وقلت لكم، يعني جاتنا بالصدفه، كنت موجده الغدا ديالي وكلشي، قلت علاش لا ما نديوش فقط اننا نكومونديو هكذا قهوه واتاي ويعني المشروبات وصافي. فدائما نحاولوا ما نقيدوش راسنا، يعني الا ما كانش عندنا الفلوس باش ناخذوا باش نتغداو او نتعشاو على برا ما نمشيوش، لا، فبالعكس حنا الهدف ديالنا هو اننا نخرجوا وليداتنا ونبدلوا الجو ونهرسوا الروتين، لان الا بقينا غير هكذاك في الدار كيجي داك الملل للوليدات ولا بالنسبه لينا حتى حنا الناس الكبار. فهكذا ملي كتخرجي كتهرسي الروتين وكتبدلي الجو. فهذا هو الرون بوين ديالها كيف ما كتشوفوا، ها هما دوك الناقات، يعني في الطريق راه باينه الطريق ديال هذا الكافي هادي. الناقات كيبقاو على اليمين والكافي على اليسار، غادي نستاسيوني والكافي هي هادي. انا غادي نصورها لكم من على برا وغادي نوريكم. ها هي كيف ما كتشوفوا كومبلكس. مهم هي هذه القهوه، راه ما بانتليش الكتابه مزيان صافي، وغادي ندخلوا لها ان شاء الله. وانا غادي نبدا معكم من الدخله ديال القهوه باش عجبتني. فيها شي بليصات هكذا مزيونين، فيها الريستورون لداخل، فيها حتى الحوت، يعني الحوت ديالهم باين داكشي انيق وزوين. وعندهم كيف ما غادي تشوفوا حتى الشكل الهندسي ديالها من الداخل، مصوبينها بالخشب، كتعطيك ديك لا شالور، ديك الدفء، بالخصوص فاش تكون وقيته ديال البرد ووقيته ديال الشتاء، تكون زوينه الجليسه فيها لداخل صافي كيف ما كتشوفوا. مهم هنايا هذه هي الدخله. كاينه هنا اللي بغى يجلس تما واللي بغى يجلس كذلك في الجهه ديال هانتوما. انا صورتها لكم من الداخل باش تعرفوا الشكل ديالها كيفاش بالخشب، يعني بلافون بالخشب، طبيلات والكراسه على هذا الشكل هكا، يعني شكل غزال ورائع. اللي بغى يجلس هنا في الريستورون لداخل يكوموندي لداخل، واللي بغى يجلس على برا فيمكن له. وكذلك دايرين هذا ودايرين لي بانغالو هنايا بالخشب، تا هما بالخشب، تا هما اللي بغى يجلس فيهم دايرين خيمه عاوتاني على شكل خيمه. وهنا الغازون قدامك لا بيسين الا بغيتي تجلسي هنايا، يعني واحد المكان شاسع، يعني عندك فين تسرحي عينيك، فين بغي الوليدات الا بابا هكذا يلعبوا قدامك. فالصراحه مزيونه هذا الكافي عجبتني، يعني بالمساحه ديالها الواسعه، وصراحه لقيناها عامره وبزاف. عاد حنا رحنا جينا مع داك الوقيته د العصر، يعني كانت باقا شويه الحراره، علاش كيف سبقت وقلت لكم رحنا جينا باش تغدينا هنايا. وهنايا راه كاينه الشوايه اللي بغى يعني يشوي شي حاجه تما. انا كنت صوبت البيتزات كيف ما كتشوفوا، وجدت كلشي جبته معايا من الدار. اصلا هنا باش تكوموندي داك النهار كان كلشي عامر، وكانوا ناس حدانا يعني لقيناهم قبل منا، يعني كومونداو ما جاتهمش، ما جابوا لهمش، لان السيرفيس شويه صراحه السيرفيس جاني ناقص عندهم، لان ما كاينينش بزاف الناس اللي كيسربيو، نظرا لان الناس بزاف. هنايا راه من مورانا كاينه واحد بحال نقولوا عرصه، فيها الخوخ وفيها العنب، فيها الكرام، فيها صراحه كيبان داك الشيء غزال، تشهاي غير نظره في داك تبارك الله ما شاء الله الخوخ ولا الشهديه. هذه الشهديه غزاله ما شاء الله، دايرين غير واحد السياج هكا بالشباك ومن موراك، يعني يمكن لك تشوفي داك الشيء. هنا راني جيت باش نصور معكم هاد الناقات هاد الجمال دايرين اجيو لهنا حداهم نصوركم. الناس اللي كتبيع داك المواد الخاصه بداك الشيء ديال الصحراء، بالنسبه للحسه الصحراويه او للدروه ديال الجمل. انا غادي نسولو وغتسمعوا كل حاجه والثمن ديالها. شحال هاد اللحسه؟ هذيك 50 درهم. الا بغيتيها خلصي لها 40 درهم. هذاك حل بلدي، هذاك حلبل داير 10 درهم.
وهادوك اللي في التيوصه شنو هما؟ هذا خليع ديال الجمل، هذا قريش ديال الجمل، اها هذا المخ ديال العظم ديال المساج، كيصلح للمفاصل، الظهر، الكبد، الكتاف، المهم. وهذاك حليب الناقه وهذا اللبن. البن. هذه الشحمه ديال الدروه، كتصلح هذه الانتقال. شحال دايره هذه شحمه الدروه؟ هذه كدير 120 درهم. ديك الطويصه هي لا تويس، هذه راه مدوبه، هذه دابا تجلس عام عامين واخا شكرا. ها نتوما البنات، بالنسبه للناس اللي مهتمه وباغا، كاينه اللي كتبغي هكذا الدروه او سميتو تقدر تجي لهاد البلاصه غادي تاخدها، اولا سميتو البن ديال الناقه، عندهم داكشي الخاص بالجمال. وصافي هنا راني غادي ندور معكم واحد الدويره في هاد الحديقه الزوينه باش تمتعوا ليا النظر ديالكم وتشوفوا الخضوره. هنايا صافي الوليدات راهم كيلعبوا. دخلوا هنايا، بالحق الالعاب عندهم يعني كل حاجه بالثمن ديالها، اللي بغيتيها يقدروا يلعبوا فيها الوليدات وصافي غير. انتما كما كتشوفوا صراحه الوليدات كيعجبهم الحال انهم كيبدلوا الروتين وصافي. هنايا من بعد ما غادي يلعبوا وداكشي غنخليهم هنا واحد شويه يعني مأمنين في الداخل، راه كاين داك السيد اللي مقابلهم، يعني ما تخافوش على وليداتكم ولا شي حاجه. انتما كما كتشوفوا الوليدات كاملين هنايا، كاين كل حاجه والثمن ديالها. انا جيت معكم هاد البليصه هادي عاوتاني صورتها معكم باش تشوفوها، باش تاخذوا فكره على الحديقه كيفاش دايره. وصافي من بعد خدينا هنا، انا خديت قهوه والزوج خدا اتاي وصافي. ومن بعد رجعنا في طريقنا، غادي نرجعوا بحالاتنا. قبل ما نرجعوا حنا في الطريق شفت هاد لي بيبينيير هكذا، وانا كيف كتعرفوا كيعجبوني النباتات والغرس، وقلت علاش لا ندخل هاد المشاتل هادو ونوريكم. يعني بزاف ديال النباتات صراحه، كاينين ديال الظل، كاينين ديال الشمس، نتوما اللي بغيتو. فهذا المشتل الاول صراحه كان عنده داكشي ما بيهش، وانما المشتل الثاني صراحه عنده داكشي رائع، وعنده نباتات يعني ما تحلفوا عليهم انهم ارتيفيسيل، ما تقوليش انهم ناتوريل. صراحه داكشي رائع زوين زوين، يعني كيبانوا بحال يعني ماشي نبته حقيقيه، وهو الاصل ديالها حقيقي وتقدروا انكم تحتفظوا بها. كاين د الظل، كاين الشمس. فهنا كاينين اشجار بالنسبه اللي بغى يدير شجيرات، فهذا خصوصا خاص بالاشجار، يعني ما فيش النباتات الصغار بزاف. ولكن الثاني فصراحه انا تصدمت بداك المنظر، سبحان الله. رائع رائع رائع، نباتات رائعين. اللي عنده شي اسباس ولا عنده شي بليصه بصراحه يبقى ياخذ كل مره ياخذ نبيته، ولو انهم شويه السعر ديالهم مرتفع، يعني كاينه حتى ديال 350 درهم، كاينه ديال 500 درهم، كاينه 400 درهم، وكل واحد على حسب جيبو. فانا خديت غير من هذا المشتل الاول، خديت منه واحد جوج ديال الغريسات، من بعد غادي نشاركهم معكم يعني كيفاش غادي نقلهم من بو اخر، يعني من الاساس اللي خديته فيه الاساس واحد اخر. وصافي هنا من بعد غادي نمشيو لداك البيبينيير الثاني. هانتوما غنصور معكم الوريضه اللي خديت، لان كانت ديجا عندي بحال هاد الوريضه هذه اللي في يدي وماتت ليا، ودابا قلت نخلفها وخديت وحده اخرى. وهنا فاش غادي نجي انا نقلها راه غندير كل وحده بوحدها. هنايا البيبينيير الثاني كيف ما غادي تشوفوا، هذا عنده داكشي صراحه توب توب توب، داكشي عنده غزال. هانتوما هذه الدخله، ودايرين يعني كل حسب هادو ديال الظل، يعني راه دايرين لهم هنايا هاد لاصيغ هادي باش يعني ما يتقاسوش بالشمس كيف ما كتشوفوا. على حسب كل وحده. هذه راه كانت عندي هذيك النبته الاريونيوم ولا ما عرفت الاسم ديالها تنسالي، كانت صراحه زوينه، غير انا عطيتها السقه منين سولت السيد قال لي سقيتيها بزاف داكشي علاش ماتت لك. هنا دايرينها 150 درهم وانا كنت خديتها ب 200 درهم. هنايا كيف ما كتشوفوا هانتوما لاحظوا معايا صراحه راه غير التصوير ما عطيش الحق مزيان، ما كيبانش داكشي يعني على الحقيقه ديالو، فمباشره يعني راه داكشي غزال سبحان الله العظيم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه عاود في شكل اخر، كاين بزاف 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 داكشي بصراحه كيدوخ، داكشي مزيون ورائع.
غير انا ما خديتش هاد المره هادو ديال هادي نبته البوتس حتى هي زوينه كتكون في الظل. هاد النبته هادي حتى هي كتصدق بالنسبه اللي كيبغي يدير شي يعني النبات الداخلي. كاينين بزاف ديال الانواع وبزاف الاشكال وانت على حسب يعني هادو راه كيحسبوا لهم هادو رخاصين دايرين 70 درهم 70 درهم 80 درهم. هادو يعني هادو هما اللي كاينين هنا رخاصين. هادو اشجار السوسان يعني اللي بغيتو في الاشجار بالنسبه اللي عنده شي اسباس كبيره وبغى الشجر. وهنا هادو الصبار بالانواع ديالو. مهم انا عطيتكم من كل حاجه شي شويه. راه صراحه هذا المشتل كبير يعني باقي فيه الدور، ولكن انا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. صافي ان شاء الله غادي نحبس هنايا وغنقول لكم شكرا على المتابعه، ونتمنى انكم تكونوا فوجتوا معايا وعجبكم لا فيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو لاحق باذن الله. وشكرا على المتابعه. وهذا الشيء اللي كاين نخليكم مع الورود الجميله الرائعه، والى فيديو لاحق باذن الله. مع السلامه.